بداية أقول الحمد لله أن لم يقع أي أسير من قواتي في العدو، ودي كانت مسبية لهم قلق كبير جدا، لدرجة أن بنت بيان لما طلعت كتاب بعد الحرب، فقالت مع أنهم كانوا على المحور الجنوبي، فبقوا يقولوا لهم ايه، خلي بالكم مجموعه الشمس الجايه تظهر معاكم، تظهر قدامكم في ايه، في اي وقت، مع ان انا مش على الطريق الجنوبي، انت واخد بالك. وقالت الكلام ده في الكتاب بتاعها، فلانهم هم قلت لك كانوا بيزوروني في هناك 6 و7، وبعدين صباح يوم 7 بيبصوا ما لاقونيش، خدت بالك، فمش عارفين انا رحت فين. الفريق سعد الدين الشاذلي هو رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في حرب السادس من أكتوبر عام 73، وهو العقل المدبر لها بحسب ما وصفته الصحف والمجلات الأجنبية آنذاك. وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يكرر في احتفالات السادس من أكتوبر، وتم حذف صورته واسمه من بانوراما حرب أكتوبر وتجاهله تماما. الفريق سعد الدين الشاذلي الذي ضحى كثيرا من أجل الوطن قضى 14 عاما في دولة الجزائر الشقيقة ممنوعا من دخول مصر بسبب خلافه الشهير مع الرئيس الراحل أنور السادات على ثغرة الدفلسوار، فضلا عن أنه ألف كتاب تحت عنوان حرب أكتوبر، وهو الكتاب الذي دفع السادات لتقديمه إلى المحاكمة العسكرية بتهمة إفشاء الأسرار العسكرية. انتهت التحقيقات في القضية بالحفظ آنذاك إلى أن جاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وفي عام 83 حرك مبارك القضية مرة ثانية، وصدر حكم عسكري بحبس الشاذلي، ولم يطبق ذلك الحكم إلا بعد عودته من الجزائر عام 92، حيث قضى في السجن عام وبضعة شهور، وتم تجريده وقتها من كل الأوسمة والنياشين التي حصل عليها، وتحديدا وسام الشرف وهو أرفع وسام في القوات المسلحة. خرج الفريق سعد الدين الشاذلي من السجن وظل ملازما لمنزله، ولم يجري سوى عدد قليل من الأحاديث الصحفية والتلفزيونية، حتى تدهورت صحته في آخر أيامه إلى أن فارق الحياة يوم 11 فبراير الماضي، وهو نفس يوم تنحي مبارك عن الحكم، حيث أدى ما يقترب من 5 ملايين مصري صلاة الغائب على روح الشاذلي من ميدان التحرير. وعندما أخبرته نجلته شهدان أن الشعب المصري ثار وانتفض على حكم مبارك، رد عليها قائلا: نهبونا. وتلك كانت آخر كلماته في الحياة. رحم الله الفريق سعد الدين الشاذلي. ولا المذهب الحربي، رئيس اركان حرب اكتوبر، ولا حتى دي الصوره المفروض اللي بتبقى الرسميه. دي الصوره الرسميه، هي دي الحقيقيه. تمام. الصور دي الرئيس السادات، الفريق الشاذلي، وعلى يمينه الفريق احمد اسماعيل، وعلى يمين الفريق الشاذلي المشير الجمصي. الصور دي دي الحقيقيه اللي عندكم. الصور دي ما عادتش بتتنشر وما عادتش حتى متعلقه على حيطان، مش كده؟ اختفت خالص. الصورة اللي هي أنور السادات وسعد الشاذلي دي اختفت خالص. معلش نعلق برضو على الصورة دي. احنا عندنا طابور فيه 4. الصورة دي في زيارة من زيارات الجيوش، فيها دي سنة 71، فيها الفريق الشاذلي وجنبه الفريق الشاذلي عشان نشرح الناس هو اللي هو على اليمين في قدام، وراه على طول الرئيس حسني مبارك. وقتها بقى كان قائد قوات جوية، وعلى يمينه وزير الدفاع وقتها، ومش عارف بقى اللي وراه غيره. الصورة اللي بعدها اكيد الايحاء بتاع الصورة كده بالظبط. انما سعد الدين الشاذلي ليس موجودا في بانوراما اكتوبر، رئيس الاركان في حرب اكتوبر، ولا البانوراما ولا المشير افغاني جمصي ومشير احمد اسماعيل، وبعدين اللي بيشاور رئيس حسني مبارك هو اللي قال له ندخل الشاذلي بالظبط. وتلاقي اللي واقف ورا ده على يمينه هو دي طبعا اللي فوق دي الحقيقيه الرئيس السادات، وعلى يمينه فريق سعد الشاذلي والشمال المشير احمد اسماعيل. تحت بتهيألي دي اللي هي بتاعت البانوراما. دي صورة اتجاه النظر. ده واحد بيبص في ناحيه والتاني يعني حتى ما بتفبرك يعني يعني اول مره اخد بالي من الحكايه دي. طيب الصوره دي اصلها شهيره جدا. انا ابني في 6 ابتدائي، دي الصوره اللي في المقرر بتاع الدراسات. هي اللي هم بتوع اللي هم العمليات. الصوره الثانيه عشان نعرف سياده الفريق الجمصي او المشير الجمصي. وبعدين حتى في التدريب بتاعتها فيها حاجه غريبه كان. معلش نرجع للصوره. اشرحوا لنا قصه صوره. كريم ايه قصه الصوره دي؟
الصورة واضحة. لا، في كذا صورة قبلها اللي هي الصورة بتاعة غرفة العمليات. طب بس قول لنا ايه دي؟ دي صورة مفبركة 100%. مفبركة 100%. يعني ايه مفبركه؟ مفبركة بمعنى ان في التطبيق الصورة اللي موجودة، وحتى لو رجعنا للارشيف الاهرام في يوم 10 اكتوبر هتلاقي ان الصورة بيقف رئيس الجمهورية، ومن ناحية الوزير الدفاع، ومن ناحية مش موجودة هنا وناحية تانية رئيس الاركان، وباقي يعني انت بتقول ان حسني مبارك ما كانش موجود في الصورة دي؟ لا، حسني مبارك كان موجود لكن مش واقف على الشمال. وحتى لما تجيب في غرفة العمليات مثلا، لما تجيب رئيس الجمهورية 3 يمين 3 شمال، احنا معانا صورة من اللي موجودين في الاهرام باينه فيها الفريق سعد الدين الشاذلي، ومن الناحيه الثانيه احمد اسماعيل. يعني السياسه هنا تدخلت في العسكريه. لا، انا عايز وصادرت عليها لو جبت سيره سحب اي عسكري من الشارع انا هحاكمك. وانا اعتقد ان هذا كان الناس الذين لم ياخذوا حقهم على الاطلاق. انما النهارده اعتقد ان مصر بدات تعيد الحق لهذا الرجل الذي يعتبر من ابطال العالم العسكريين. رحم الله الفريق سعد الدين الشاذلي، الرجل الذي كان يجب ان تحتفل